لو الانسان بقى بيحافظ بقى بالبراشنج وغسيل الفرشه والمعجون والحاجات دي. بس حضرتك اللي عايز انوه عليه حاجه يعني اتفضل. ان في بعض الاطباء او كده ممكن يستعمل عمليه البليتشنج دي اللي هو التبييض ده وما يعملش خطوه مهمه جدا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بنسميها ديسنسيتايزيشن. يعني انا في نفس الزياره بخلي العيان او المريضه يستعمل جل معين عشان ما يحصلش حساسيه في الاسنان. يعني دي بتبقى عند بعض الناس اللي هم بيستعملوه بطريقه مش بروفيشنال ممكن يحصل حساسيه في الاسنان. فدي بتبقى مهمه جدا ان هو في نفس الجلسه لو هو فاهم هو بيعمل ايه ان هو بيعمل الديسنسيتايزيشن وكمان يدي للعيان يخليه ممكن يستعمل الجل ده في الهوم بالحاجه اللي قلنا عليها دي. كمان بتحسن الموضوع اكتر وتعمل مينتننس بقى يعني تحافظ على بياض الاسنان ده فتره طويله. ركزوا يا جماعه في الكلام ده، الكلام ده مهم جدا. لازم في 1 2 3 ما تروحوش لاي دكتور كده تعالى هبيض لكم اسنانكم يعمل لهم مش عارفه ايه وخلاص. ده في دكتور هشام بيقول كلام مهم جدا دلوقتي. في حاجات بتتعمل قبل موضوع التبييض ده عشان ما يحصلناش حساسيه، وفي حاجات بتتاخد بعد الموضوع عشان برضو ما يحصلناش مشاكل تانية. فلازم نركز في الكلام ده كويس. تمام. اللي عايز انوه ليه بس حضرتك في بعض الحاجات البليتشنج ده مش هينفع فيها. زي الحالات اللي زي حالات السيفير فلوروزز مثلا اللي هي ايه بقى؟ اللي هو اللي بياخدوا فلورايد كتير من ابار او في الميه نفسها. يعني حضرتك في امريكا واوروبا بيعملوا ما يسمى فلوريديشن للميه. الميه اللي بتروح للبيوت دي حاطين عليها نسبه فلورايد عشان يغذي الاسنان والاطفال في المرحله دي. بيحطوا بقى تركيز 1 بارت بير مليون، يعني جزء من الفلورايد لكل مليون جزء من الميه. إذا زادت النسبة دي في بعض الآبار ممكن في دول أخرى أو كده بيشربوا مية الآبار، لو زادت عن 2 بارت بير مليون ممكن تعمل الفلوروزز اللي هو بيغير لون الأسنان ده. لو سيفير فلوروزز يعني شديد بيبقى له بدايل أخرى غير إن هو يعمل بليتشنج. لو حاجة مايلد خفيفة ممكن تتحسن. إن هو يعمل بقى ما يسمى اللامينيت فينير البورسلين. بيتصنع كده حاجة رقيقة جدا من البورسلين وبتتلزق بماده معينه على الاسنان تدي الدرجه اللي احنا عايزينها. زي كفر بس كفر مش مغطي السنه كلها، ده اللي هو يعتبر الوش بس بتاع السن. ما بيبانش خالص يا دكتور ده؟ ما يبانش، بيدي شكل جمالي رهيب. وفي الحاجه الادفانسد منه كمان بيسموها اللومينيرز. دي ايه بقى؟ اللامينيت غير اللومينيرز. يعني اللومينيرز دي حضرتك بيبقى السمك بتاعها حوالي 7/10 من ملي. اللومينيرز توصل 3/10 من الملي وبتبقى بنفس القوة وأقوى كمان من اللامينيت. بس طبعا قبل ما نعمل ده لازم نجرب ونشتغل قصة البليتشنج الأول. يعني تعملي بليتشنج نجرب التبييض العادي اللي احنا عايزينه وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها بيتعمل اللومينيرز دي أو اللامينيت. ده الناس كلها دلوقتي هتبقى أسنانها جميلة. ده أنا سعيدة بصراحة بالكلام اللي بسمعه ده، لان يعني كده الناس كلها هتبقى اسنانها حلوه والناس بقى عرفت الطريق خلاص. طيب السن في سن معين لتبييض الاسنان يا دكتور هشام؟ يعني هل ممكن مثلا بنتي او ابني 6 سنين 7 سنين اعمل لهم موضوع التبييض؟ لا، هو لا ينصح بالتبييض للسن الصغير. بمعنى سن مثلا 16 17 سنه. ليه بقى؟ لان مع زياده العمر بيزداد تكون الصبغات مع الأسنان. في السن الصغير بيبقى عصب السن أو الضرس كبير، فما بنقدرش نعمل عملية البليتشنج دي. ماشي. إنما طبعا يعني أنا مش محتاجه في السن ده هي السنان أصلا طالعة، آخر سنان طالعة عند 12 13 سنة. يعني مش هتلحق إنها تمتص صبغات مهما كان بيشرب إيه أو كده، مش هتلحق إنه. ففي العشرينات في الثلاثينات بتحتاج. تمام. هل في نصايح معينه حضرتك بتقولها للمريض بتاعك بعد ما بتعمل له موضوع تبييض الاسنان، او حتى العرض الثاني او الكلام الثاني اللي حضرتك قلته اللي هو الكفر اللي احنا بنحطه ده، في نصائح معينه بتقولها للمريض اللي بيبقى عمل عمليه تبييض الاسنان دي او جلسه تبييض يعني هو يتلافى اذا كان بيدخن مثلا، يقلل طبعا التدخين بحيث انه مثلا لو مش هيقلل، عشان في ناس بتقول لك مش هيقلل هيضطر يجي لنا كل 2 3 يعمل نفس القصه ديت. مش مشكله يعني كل 2 3 يعني ده موضوع برضو، انما ليس له اي اعراض جانبيه، ليس له اي مشاكل. حاجه سيف جدا، امنه جدا، بتتعمل في زياره واحده والمريض يلاقي الشكل اتغير تماما. اقصى حاجه يعملها زيارتين.
تمام. طب هل لو الاسنان حساسه يا دكتور، لو فيها حساسيه او هي اسنان من النوع الحساس، واحنا عايزين في حلقه من الحلقات نبقى نفرق هل في زي البشرات كده، بشره دهنيه، بشره كذا كذا، في اسنان حساسه ممكن تكون ذاتها يعني حساسيه شديده، هل ينفع عليها التبييض ولا ما بينفعش؟ هو حضرتك حساسيه الاسنان دي بنقول عليها عند بعض الناس بيبقى في اجزاء من الجذور اكسبوزد او متعريه، فبتعمل حساسيه في طبقه العاج. ماشي. هو لا يستحب عمليه البليتشنج ده في الاسنان الحساسه الا اذا هعزل الجذور ديت واشتغل على طبقه المينا بس. تمام، يعني ده مهم جدا. برضو بحب أأكد وكل حلقة على موضوع التعقيم وموضوع النظافة، لأن ده أكتر حاجة بتشغل بال الناس في موضوع دكتور الأسنان. بيخافوا وبيقلقوا، وطب والنظافة أخبارها إيه؟ طب ونقل العدوى؟ عايزين برضو نطمن الناس. لا، هو حضرتك زي ما قلنا بقى، أي مركز محترم وأي دكتور عنده مركز أو عنده عيادة لازم بيبقى حضرتك بيستعمل ما يسمى الأوتوكلاف، اللي هو التكنولوجي الجديدة في التعقيم، اللي هي الحاجات بقى القديمة والغلايات والدراي هيت أوفن. الكلام ده خلاص يعني ما ثبت علميا ان هو مش هيقتل فيروس زي الهيباتيتس او الحاجات دي، فلازم الاوتوكلاف، واحدث اوتوكلافز احدث حاجه، ويطمن من حق المريض اللي هي اجهزه التعقيم الحديثه، ويطمن المريض ان ومن حقه ان هو يسال زي ما قلنا قبل كده بالظبط الدكتور اللي هو رايح له او كده فين اجهزه التعقيم دي، اوتوكلاف ولا في اوتوكلاف ولا ما فيش اوتوكلاف. من حقه ان هو يستعمل ادوات مره واحده. ماشي. ممكن ياخد ادوات ليه هو يستعملها تبقى خاصه بيه، يكرر الزيارات مع الطبيب بتاعه بنفس الادوات اللي هو خدها من الطبيب اللي هو بيثق فيه وعارف ان هو عنده احدث الاجهزه وبيهتم بالتعقيم والحاجات دي في المركز بتاعه. أنا عايزة حضرتك تقول نصيحة أخيرة للناس اللي عارفة دلوقتي وبتشوفنا دلوقتي وهي عارفة إن أسنانها تعبانة وأسنانها مش مظبطة وعندها مشاكل كتير جدا جدا ومكسلة ومطنشة وخايفة وقلقانة، نقول لهم نصيحة كده نعرفهم لو فضلوا قاعدين وساكتين كده ومطنشين إيه اللي ممكن يحصل لهم بشكل بسيط وسريع. والله هو زي المقولة حضرتك المعروفة، يعني ان بيقولوا صحتك تبدأ من فمك وأسنانك. ان الاهتمام بصحة الفم زي ما قلنا يمكن سجلنا مع حضرتك في حلقة سابقة، علاقة عامة صحة الفم بالجسم عامة بتنعكس على الجسم عامة، وممكن تؤدي إلى أمراض أخرى في الجسم تصيب الجسم. فلازم كل إنسان يهتم، ما يسيبش المشكلة تزيد، يبحث لو أمراض لثة بتتعالج في الأول، يبقى العلاج بالطرق الحديثة، يضمن ان هيتعمل له تعقيم، هيتعمل له طرق جديدة في العلاج في كل حاجة، سواء حشوات، سواء علاج لثة، سواء تبييض، سواء أي حاجة في الأسنان، يبقى معروف. لأن كل طب الأسنان دلوقتي أجهزة وتكنولوجي، ما عادش زي زمان. طبعا، ودايما في تطور وفي حداثة في الموضوع، وأنا سعيدة بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ويمكن كمان أنا ملاحظة إنه حضرتك من الدكاترة اللي بتحب تثقف المريض بتاعها، يعني ما تحبش في ناس تروح تدخل عند دكتور الأسنان ما تبقاش فاهمة ده إيه وده إيه وده وهيعمل له إيه، يبقى في حالة من السكون والسكوت التام يعني. لكن المرضى دايما بتحب الدكتور اللي بيتجاوب معاهم وبيتكلم معاهم، خاصة إن هو بيبقوا قلقانين، لأن يعني أنا من الناس اللي بقلق بصراحة. ده من حق المريض يعني. حتى في أمريكا، في أوروبا، لو بيعمل عملية جراحية بسيطة لازم بيعرضوا له حتى فيديو كده يشوف العملية دي بتتعمل ازاي وبتاع، عشان يقرر هو ويعرف انها سيف ويعرف انها آمنة، ويقرأ عليها في الانترنت، يقرأ عليها في الوسائل، يسمع كلام الطبيب اللي بيعمل الإجراء ده ويوضح له كل أبعاد الموضوع عشان يبقى مقتنع ويبقى واثق من اللي هو بيعمله. تمام. أنا بشكر حضرتك على الحلقة دي، اتكلمنا فيها عن زراعة الأسنان وكيفية العملية دي بتتم، وشوفنا فيديوهات معانا على الشاشة، واتكلمنا فيها عن التبييض وازاي برضو بيتم، والنصائح اللي لازم يتم اتباعها قبل وبعد. شكرا لحضرتك دكتور هشام، وان شاء الله في حلقات تانية نتكلم بشكل مستفيض اكتر عن موضوعات جديدة. بشكرك على الحلقة دي، شكر كبير لضيفي الأستاذ دكتور هشام الشرقاوي، مدرس واستشاري علاج اللثة وزراعة الأسنان جامعة المنصورة، ودراسات عليا للدكتوراه جامعة بوسطن أمريكا، وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض اللثة. بشكر حضرتك. شكرا يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. الأسنان دي شيء مهم جدا جدا، شخصيتك بتبان من أسنانك، وده شيء معروف. أول ما الواحد بيبدأ وبيتكلم بيبان
هو مهتم بنفسه ولا لا، شخصيته عامله ازاي. علشان كده لازم نهتم باسناننا اكتر من كده، لازم ما نهملش اسناننا علشان تقدر تكمل معانا وتستمر حتى اخر المشوار. هتوحشوني جدا جدا جدا. لحد الحلقه الجايه اشوفكم على الف خير. سلام عليكم. هذا البرنامج برعاية دار الطب دكتور أحمد عوض الله.